السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة بعد خسارة الأهلي من ريال مدريد وخسارة الأهلي من فلامينجو بياخد مركز الرابع في كأس العالم للأندية موسم 2023. أول حاجة بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة على اليوتيوب ولايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك. وخلونا بس نتكلم في اللي حصل الماتش ده والماتش اللي فات وخروج الأهلي من كأس العالم بالمركز الرابع. الموضوع كله بدأ أصلا من بعد الخسارة أمام ريال مدريد. يعني كان في بعض الطموحات كده الصغيرة والماتش انتهى بالخساره. الماتش انتهى بنتيجه اكبر، يعني النتيجه اخر 10 دقايق في الوقت بقى الضايع. يعني الموضوع فتح كده بزياده غريبه، كان اللعيبه بتحاول تجيب تعادل لكن الموضوع فتح في الاخر تالت ورابع. وخلصت المباراه وقلنا عادي مش مشكله وعملنا ماتش كويس، والفكره انك تغامرت ولعبت كوره فعلا ورحت بكذا فرصه ضيعتهم. برضه ضيعوا، لكن انت اللي بتروح بفرص قليله لازم تستغل كل فرصه قليله عندك عشان مش بتعوض تاني. ورحت فرصه واتنين وضيعت، وقفشه كان وشريف ضيعوا. وجه ماتش النهارده قلنا خلاص، يعني الواحد اغلب الناس اللي هو برضو في حته اللي هو أنا مش فارقه معايا قوي. ودي المشكله شفناها عند المدرب. يعني هو مارسيل كولر نفسه حاسس ان المباراه ما كانش مديها الاولويه الكبيره زي الماتش اللي قبل كده، اللي هو عادي. يعني حتى لو تعادلت ولا خسرت، مش قصدي خسرت، يعني مفيش تعادل مش مشكله. حسيت بده ان هو بدا يلعب في التشكيل بتاع المباراه، مش نفس التشكيل الاساسي، وغير في الخطه وغير وبدا يشوف ناس جديده ويقارن ناس جديده، تحسه بيريح بقى للماتشات الجايه وافريقيا والدوري وكده. لكن ده يعني ان كنا عايزين نعمل على الاقل ناخد المركز الثالث. احنا عمل خدناه السنتين اللي فاتوا، لكن على الاقل تاخد المركز الثالث محدش يقدر يتكلم عملت مهمه اداء قدام ريال مدريد. لكن دلوقتي يقول لك ايه يعني مهمه اتهزم من فلامينجو اربعه برضه، فالفرقه ضايعه. والله على قد كده، على قد الموسم، يعني المرتين بتوع موسيماني كان بيلعبهم بطريقه تانية، بيحاول يقفل ويخطف وكده. لكن كولر نفسه افكاره من ساعه ما جه فيها مغامره، بيحاول يلعب كوره ويحاول يحفظ لعيبته ويجرأها اكتر على المرمى ويروحوا مره واتنين. لكن في مشاكل دفاعيه وفي استهتار برضو من اللعيبه شفناه النهارده. ده وغلطات فرديه الماتش اللي فات والماتش ده. اللعيبه مش في كامل تركيزها وبتعمل غلطات غريبه الصراحه، بتضيع عليك مجهود الفرقه. سواء انت بتضيع فرص او بتستهتر تعمل اخطاء بتخلي الفرقه اللي قدامك تجيب جول. النهارده كولر بدأ التشكيل مختلف شويه، بدأ ب 4-4-2. شفنا بقى وجوه جديده في المباراه، شفنا خالد عبد الفتاح، شفنا مروان عطيه. ما شفناش حسين الشحات، وبدأ بيرستاوي على طول هو وطاهر. وكان قدامهم يعني مش عارف اقول ايه، حسب الله ونعم الوكيل، يعني محمد شريف. يعني هو مش جديد عليه وعارفين ايه اللي هيحصل. والغريب اللي احنا عارفينه، دخلنا وكملنا موسم، يعني بعد موسم انتقالات الشتوي ده من غير مهاجم. كنا عايزين نجيب مهاجم، عايزين نجيب مثلا وينج تاني، ما فيش. كل اللي انت عملته حاولت تجيب بس حد كده يلعب مكان قفشه، ودي حاجه كويسه ممكن نشوف اثرها الفتره الجايه. ودي برضو حاجه من النواقص اللي عندك، لكن ما عندكش حد بيخلص الكوره، اللي هو بيروح بالكوره بيخلصها. لا، ده بيضيع 20 كوره عشان يجيب الجون في الاخر. ده لو جابه، هو بيجيب جون كده كل كام ماتش، وده اللي بيقعد عليه. يعني الفكره موسم انتقالات الشتويه ده لما شهر يناير كان بيخلص وهو جاب جولين في الزمالك، قال لك بس رجع تاني. شريف رجع تاني. طب هو رجع ماشي، سجل قدام الزمالك، دي مش حاجه مش حاجه كبيره يا جدعان. هو وقتها بنعمل بقى اللقطه والحفله والكلام ده كله، لكن بنبص على ارض الواقع مش بنلاقي الكلام ده موجود، واحنا عارفين كده كويس. وبيضيع اللي كان بيضيع، يعني بيضيع قدام فلامينجو، هو اللي هيضيع قدام ريال مدريد. هو اللي اكيد اللي بيضيع، وكان بيضيع قدام مش عارف انديه الدوري اللي هم بنك الاهلي وفاركو والكلام ده كله. فما تجيش دلوقتي تقول له هو تتوقع ان هو يجيبها. طب ما هو اذا كان بيضيع قدام دول، ما هو طبيعي برضه يضيع قدام دول. ومعلش، واللي يجيبها قدام دول المفروض يبقى برضه سهل ان هو يجيبها قدام في كاس العالم للانديه برضه. جاب جول في ماتش اوكلاند سيتي، لكن هو ضيع برضو ماتش اوكلاند سيتي عشان يجيب الجون ده. حسيت برضو بعد التغييرات اللي حصلت دي، انت اول 5 دقايق او 10 دقايق دخل فيك الجول، او تقف كويس في الملعب بعد كده وتعادل وتلعب كويس وخلاص. الشوط الاول انت بتعادل ومضيع فرص، انت اللي اخطر، انت اللي عمل فرص اكبر في الشوط الاول. ما خلينا الشوط الثاني، جت ضربه جزاء اللي معلول ضيع. دي برضو حاجه تحتسبها اهي، ضيع ضربه جزاء بدل نضيع في استهتار اكتر. جبنا الجون اهو، هبقى قادر اتجرأ شويه على المرمى، اللي هو من بدري يحاول يعملها، بس اهو جت معاه اكتر. رقص واحد واتنين وشات بقى. يعني شاط عشان قبل كده كان بيعدي واحد واتنين وعايز يعدي التالت والرابع. فهو لا، بدأ اهو في تعليمات من المدرب ان هو لا يا ابني خلاص عديت واحد واتنين شوط. ده الجون كان جون حلو مع عبد القادر. الجون الاول برضه مع عبد القادر قلنا اللي هو بيلعب براسه حلو، يعني هو الجون اصلا كان مفتوح اكتر، يعني فالموضوع كان سهل، بس هو واقف كويس فهو لعبها براسه حلو. الجول الاول التعادل اللي هو، وبعد كده الجول التاني. بعد كده بعد الهدف التاني بتجيلك كوره وكان في ايدك تلت المباراه خالص، محمد شريف بيروح
كرة انفراد من نص الملعب، والبي يعني قدامه يا عم، يمين شمال براحتك، الدنيا واسعه، ارض الله واسعه، وراح في الاخر يشوط في جسم الحارس. يا عم، يا عم، الاهلي بيضيع هدف تالت، انه كان ممكن يعني ده اكتر هدف محقق انك تقتل بيه المباراه خالص. وبعد كده كان بيحصل برضه، كان في ضربه جزاء كانت تتحسب عليك ما اتحسبتش، اللي هي كان فيها الطرد، اللي هو اصلا ما اعرفش اصلا ده فيها فاول، واصلا كان من بره 18، فقال لك خلاص مش ضربه جزاء عشان هي بره 18. بعد كده هو اصلا يعني الخبطه او البتاع اللي جت في ظهر لاعب فلامينجو مع خالد فتاح وهو بيجري، اللي هو خبط في رجله كده، بس هو ماشي من ورا، اللي هو نعم فين الطرد؟ هو الطرد مثلا شده من التيشيرت بتاع في فاول عنيف؟ لا مفيش، ده هو بيجري وراه وهو اصلا شبه لمسه، وبعد كده هو جوه غطس يعني. انا قلت هيدي انذار اللي دخل جوه غطس في ال 18. طرد مباشر يعني مش انذار، طرد مباشر. المباراه بقى شكلها غريب يعني بعد التغييرات اللي حصلت برضه من نزول ديانج، اللي هو نزل حرفيا عشان يسبب فيك الجون عشان يسبب فيك جون. يعني انت كنت تحاول بعد ما جابوا فيك التعادل، وبعد كده جابوا التالت، انت بتحاول حتى تجيب جول عشان تتعادل معاهم في الاخر. الماتش كله اتقلب يعني، وبتعمل غلطات غريبه وغلطات فرديه ساذجه هتدي لهم ماتش. يعني انت كان في ايدك كل حاجه، ضيعت ضربة جزاء، ضيعت انفرادات، بترتكب اخطاء بتديهم بيها الماتش. هم اصلا فرقه مش قد كده يعني. برضو في الاخر انت لعبت طبعا. هيعجبني قوي الكاس العالم ده بالذات، النسخه دي ان الاهلي كان بيلعب فيها كوره اكتر من اللي قبل كده، ما حققش اللي احنا كنا مستنيينه. على الاقل ايه، احنا قلنا نلعب ونحاول نوصل النهائي المره دي مثلا، حتى التالت ما عرفناش ناخد مركز تالت، لكن انت لعبت فيها كوره عن المواسم اللي قبل كده. الكوره اللي يحسب له الشجاعه اللي بيعملها، هو مش هينزل بنفسه يحط الكوره في المرمى، فهو يحسب له كل الكلام ده. شوف اللعيبه وصلت كام مره، اللعيبه بتلعب ما بتخافش، وبتروح بتلعب قدام ريال مدريد عادي، وبتلعب قدام فلامينجو ماسك عليهم كوره عادي، وكل الكلام ده، لكن في الاخر بتضيع وبيبقى غلطات فرديه بتيجي في الجون في الاخر. وبرضه عايز اقول ان هو ما كانش مديله الاولويه كلها، هو حاسس بكده. لو كان مديله فعلا الاولويه كان على الاقل لعب بتشكيل في حسين الشحات من اول المباراه. يعني ده اكتر حد كان باين في البطوله جدا في الكام ماتش بتوع البطوله، ورغم من كده ما شفناهوش بيبدا النهارده. دي حاجه غريبه. باين كنت بحس ان هو مش مدي الاولويه كلها ان هو ياخد مركز تالت من رابع، قال لك ما فرقتش. فماشي يعني بس الفكره في بعد كده خلاص، دي مرحله بنعديها. الفكره في بعد كده مش عايزين يبقى الموضوع ده اثر على الفرقه في الفتره والماتشات الجايه قدامك. بطوله الدوري لازم تمشي فيها كويس، ان اي نعم انت فارق، لكن لازم تكمل بنفس النهج عشان تخلص الموضوع بدري. وعندك افريقيا هتخش فيها، ولازم برضو تلعب بالاسلوب انك تشوف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي. كل الكلام ده مستنيين نشوفه من مارسيل كولر الفتره الجايه. الاهلي بينهي البطوله مركز رابع، نواقص في الفرقه كولر نبه عليها من بدري، قال لك عندي نواقص في الفرقه. العمق في المباراه دي بالذات، والفتره الاخيره شايف العمق هو اكتر حته كانت مخترقه في الاهلي، كان بيجي فينا من سبب الاهداف. طبعا برضو غير هو محمود متولي، نزل ياسر ابراهيم، نعم عادي يعني. انا شايف التبديله دي عاديه جدا، مش هقول لك حاجه ان هو محمود متولي فعلا الماتش اللي فات ما كانش مركز قوي، وبرضو ديانج ما كانش مركز، عدم وجوده في اساسي ده طبيعي، لكن بينزل برضه مش مركز، بيعمل اسيست للهدف الرابع اللي بيجي فينا. يعني مش عارف اقول ايه. كولر عايزين ندعمه، كولر اكتر حد مستحق الدعم في الفتره الحاليه، ان هو الوحيد اللي يعتبر بيعمل اللي عليه صح. الاداره تتخاذل في بعض الصفقات وبعض القرارات، اللعيبه تتخاذل في الملعب وفي رعونه في الاداء، وفي الاخر مارسيل كولر هو اللي بيدير هذه المنظومه، اللي هو في الاخر هيحملك على مارسيل كولر؟ لا. يعني كل اللي احنا شايفينه وعارفين اللي حصل مع موسيماني، فمش عايزين الكلام ده يتكرر تاني مع مارسيل كولر. الدعم مارسيل كولر، الدعم الاهلي الفتره الجايه، توفيق الاهلي الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ولايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك، واشتراك القناه بتاعتنا على اليوتيوب. كان معاكم احمد الشامي، السلام عليكم.